كده بعد ما خرجت اهيت من الفرن. بس سخنه جدا، مش عارف اقطعها بقى قدامكم ولا اقطعها وارجع لكم ولا ايه. بصوا سخنه جدا. انا يا دوبك بديها بس وش كده، واحنا بنحبها سخنه كده. هحاول اطلع قطعه كده. كده بعد ما خرجت بقى. السلام عليكم. هنعمل النهارده بقى صينيه مكرونه كده للغدا. اول حاجه اهي، ده كانت رحمه جايبه لي اللحمه دي النهارده، عصقتها اهي، وحط بقى معاها بصله كده مفرومه اهي، انا فرماها كده ناعم في الكبه عشان العيال عندي ما بيحبوش البصل يكون باين قوي. وهنا كده على النار اهو، حتى هنا يجي 5 معالق زبده. هعمل بقى البشاميل، ودول 4 معالق دقيق اهو معيراهم كده اهو. وهنا ميه اهي لسلق المكرونه جنبي اهي مولعه عليها. هعمل بقى البشاميل برضو وانا واقفه كده بالمره. وهنا برضو بعمل ايه اللحمه اهي جنبي. دي التوابل اللي بتاعت اللحمه. نص معلقه ملح، حبه فلفل، حبه كمون، حبه قرفه صغيرين، حبه جنزبيل، حبه كزبره، شويه من بهارات اللحم اهي. بهارات مفيش اكتر من كده اللي هحطها. واسيبها بقى تتعصب على ما اروح للبشاميل. حطيت بقى هنا في الاخر كده ايه فلفلايه مقطعاها. هنا البشاميل اهو كده اهو. بعد ما عمل كده الدقيق بتاعه، هنزل بقى هنا ايه ده كيلو لبن. هنا بقى البشاميل اهو، هنا حطله نص مكعب ماجي كده، حبه فلفل وحبه ملح صغيرين اهو عشان البشاميل. لما يدقل شويه كده. كده اللحمه اهي بعد ما عسقتها كده خلاص. وادي المكرونه اهي بسلقها، وادي البشاميل كده اهو خلص كده. انا هطفي عليه مش عايزاه تقيل. دي معلقتين كده جبنه اهي موتزاريلا احطهم. انا ما عنديش قشطه او كريمه لباني او الحاجات دي، وكنت بحط معلقه قشطه يا كريمه لباني، ما عنديش. دي معلقه زبده بلدي بيضه اهي، هحطها كده في الاخر قبل ما اقفل عليه خالص. اخر حاجه دي بديل القشطه والكريمه اللباني. كده بقى بعد ما خلصت الحاجه اهو، انا حطيت نص كميه المكرونه بالبشاميل. هحط بس عليها اللحمه عندي متعصجه. بسم الله بسم الله ما شاء الله. دي كميه اللحمه اهي. رش بس شويه جبنه كده عليها. هنا كميه المكرونه اللي فاضله اهي.
اخر حاجه بس هرش عليها شويه جبنه اهي على الوش. حته زبده بيضه كده بس بحطها على الوش خلاص.